هلا بديت وعن بي صليت وبيه كلامي حليت، وليكم بهذه الحكاية جيت. لكل حكاية معناها وحكوها ناس بكري يا محلاها. جيتكم اليوم نحكيها وفي قلوبكم نخبيها، نتفكروا ناس زمان ونقولوا كان يا مكان. بعد الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، أعزائي الصغار، نكمل قصتنا بقرة اليتامى. توقفنا في الفيديو السابق بعدما الأب قلع النخلة من جذورها بأمر من زوجته، وترك هذوك دراري مساكن صغار بلا ماكلة. كل ما يروحوا ما يلقاو والو، ولاو مساكن يبكيو قدام قبر يماهم ويشكيو. خرج من تحت هذاك القبر سبحان الله للمرة الثانية ذرع معمر البن. شربوا ذاري حتى شبعوا، وراحوا كل يوم يروحوا لهذاك القبر يشربوا ويولوا. شكت فيهم مرت باباهم، قالت لهم هادو الذراري كاع ما حبوش يشيانهم غير يسمانوا ويزيانوا، وش كاين؟ راحت موراهم ولقيتهم يشربوا من هذاك الذرع. دات معاها موس باش تقطع هذاك الدرع، بصح ما حبش يتقطع. وش دارت السيمة والرمل وعمرت هذاك الدرع، غطاته كامل. هذاك الدرع تغطى كامل ما ولاش يبان. راحوا دراري مساكن باش ياكلوا ما لقاو والو، ولاو مساكن يتباكاو كل يوم يروحوا هذاك الدرع ما كاشو. وش ولات مرت باباهم تدير من كثرة الحقد اللي في قلبها؟ ولات تحرش باباهم، ولات تقول له ولادك راهم غير يديروا في المشاكل راح يجيبونا العار، دبر راسك لازم تخرجهم من هذه الدار. بابات مسكين ما قدرش على هذيك المرأة الواعرة. وش دار؟ دا ولادو للغابة. هذه القصة تشبه لهانسل وغريتل، بصح ماشي هانسل وغريتل هذه. كي خلاهم في الغابة دراري راحوا يرعاوه مع البقرة، ومن بعد ولاو يحوسوا على البقرة ما لقاوهاش وما لقاوش باباهم. ولاو يحوسوا ما لقاوش مخرج. الغابة كبيرة وما عرفوش الطريق وهما صغار. وش داروا مساكن؟ طاحت عليهم الليل وما عرفوش وين يروحوا. طلعوا فوق الشجرة وقاعدين يرقدوا. غدوة صباح كي يناضوا راحوا يتمشاو حتى وجعوهم رجليهم. يطيح عليهم الليل يطلعوا فوق الشجرة ويرقدوا. مساكن ميتين بالشر ما لقاوش وش ياكلوا. واحد النهار قاعدين يتمشاو والطفل مسكين جاع وعطش بزاف. قاعدين يمشوا حتى صاب واحد العين، راح يجي يشرب منها. كي شرب منها وش ولا خروف. سبحان الله، عين تشرب منها تولي خروف. وش دارت اختو مسكينة؟ قالت له واعلى يا خويا شربت من العين، واعلى ما صبرتش، واعلى هدي سور العين تاع الهوايش تاع الخرفان ياكو شربوا منها. دوك وش ندير انا؟ راحت حوست على حبل وربطت خوها، ولات تمشي معاه حتى يطيح الليل. تربطوا في الشجرة وهي تطلع الفوق ترقد. كان الحال هكذاك حتى واحد النهار جاتها فكرة، قالت علاش ما نبنيش كوخ ونقعد انا وخويا، دوك جايه الشتا وين نباتو نقعد انا فوق الشجرة، كون يطيحوا ياكلوني الذئابة وش ندير انا دركا. راحت كما كان الحال بنات هذاك الكوخ ولات تبات في هذاك الكوخ وتربط خوها داخل الكوخ. والصباح تروح تصيد يا أرانب يا غزالات. تعلمت تصيد وتعلمت تطيب الماكلة ليها ولخوها تعطيه ياكل حشيش. وفي الليل تروح ترقد في هذاك الكوخ مع خوها. وكان كما كان الحال وفاتت ايامات وسنوات وكبرت هذيك الطفلة ولات زين شابة.
وخوها مازالو خروف، بقى هو. واحد النهار وهي قاعدة في الكوخ، واش تسمع؟ قولولي يا ناس الخير، واش سمعت هذه الطفلة؟ وش راح يصرى لها من بعد؟ وشكون اللي جا لهذاك الكوخ؟ وش راح يصرى لخوها الخروف؟ وش صرى لباباها وخاوتها اللي راحوا خلاوهم؟ نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك وعمل لايك وشير للقناة. سلام. ولا تنسوا الصلاة والسلام على أفضل نبينا محمد، أفضل خلق الله. سلام. حكايتي مشات من ود للود، يحكيوهن الأجداد ونعودوها للأولاد والأحفاد. بسم الله بديت وعن بي صليت، وبيه كلامي حليت، وليكم بهذه الحكاية جيت. لكل حكاية معناها، وحكوها ناس بكري يا محلاها. جيتكم اليوم نحكيها، وفي قلوبكم نخبيها، نتفكروا ناس زمان ونقولوا كان يا مكان. بعد الصلاة والسلام على أفضل خلق الله رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، نكمل قصتنا أعزائي الأطفال، بقرة اليتامى جزءها الأخير. توقفنا في الفيديو السابق عندما جاء ناس قدام هذاك الكوخ، وسمعت الطفلة صوت وما عرفتش شكون اللي قدام هذاك الكوخ. كي غزرت صابت ناس راكبين فوق الحصانات تاوعهم. شافها الأمير وعجباته، وسقساها قالها انت شكون؟ واش راكي ديري هنا؟ حكيت له حكايتها باللي باباها خلاهم في الغابة، هي وخوها اللي راك تشوف فيها ولا خروف. وواحد النهار كنا ماشيين، خويا مسكين شرب من العين، وهو ولا خروف ما عندي ما نديرلو، ما لقيتش كيفاش نداويه، وراني عايشة في هذا الكوخ بعد ما كنت عايشة في الشجرة. قال لها الأمير تجي معايا للقصر تاعي انتي وخوك، ونحوصولو العدوى وتعيشي معايا معززة مكرمة. الطفلة شافت فيه وقالت له كيفاش نعيش معاك؟ قلت له انت راجل وانا مرأة، كيفاش حبيت الناس يهضروا عليا بعد هذا العمر كامل وانا عايشة وحدي وما دايبة حتى عار الوالدية، كي نكبر نجيب لهم العار. قلت له لا يا خويا ما نروحش معك. قالها لا راكي فهمتني غلط يا بنت الناس، انا مش ناوي الخسارة، انا ناوي كل الحلال. وش رايك تزوجي بيا وخوك يعيش في القصر معزز مكرم، ومنها حوصوله على الدواء. قبلت الطفلة بوش قال لها الامير وراحت معه، وداروا عرس كبير كبير، 7 ليالي و7 ايام. في واحد النهار جاب الامير الوزراء وسقسى الاطباء على الدواء، قالوا له كاينه بلاصه بعيده فيها ماء المنبع الحر، هذاك هو الدواء تاع هذا الطفل باش يولي كيما كان. بعت جنود لهذاك المكان وقال لهم ما تولوش غير جبتوا هذاك الماء. ومرته قعدت في القصر معززه مكرمه. واحد النهار خرجت للسوق باش تشري، لقات واحد الراجل لابس مقطع وكامل وقاعد يطلب. كي سمعت صوته عرفاته، كي دارت صابته باباها، قالت له يا شيخ ايا تروح معايا للدار، ما قالتلوش بلي انت بابا. داتو عطاتو ياكل وكامل، وخبزة كسرة معمرة بالذهب والجواهر، الذهب والفضة والويز، وعطاتها له. قالت له هذه ما تحلهاش غير لحقت لداركم. كي لحق للدار عطى لمرته هذيك المسمومة،
عطاها، غير شافتها عرفت باللي بنته هي اللي عطاتها له. قالت له هذه الخبزة ما تكون غير بنتك اللي عطاتها لنا، وين انا صبتها؟ ورينا الدار باش نروح نطلب من عندها السماح وتسامحني على اليامات اللي حقرتها فيها، واحنا خلاص ما بقالناش وقت، انت شيخ وانا عجوزة، ندي بنتي ونروحوا ليها. قال لهم البلاصة، ادت بنتها وراحوا ليها. كي لحقوا قالوا لها بنتي، وسلمت عليهم ورحبت بيهم وكلتهم وشربتهم. قلت لها هذيك المرة الشريرة، هذيك مرت باباهم اللي مازال الحقد مالي قلبها، هادو سنين وسنين ومازال الحقد مالي قلبها. قلت لها وريلي القصر. قلت لها راجلك هو هنا؟ قلت لها لا لا ماهوش هنا، راح عنده صوالح، راح المملكة واحدة اخرى. قلت لها معليش وريلي القصر نشوفه. بدات توري لها مسكينه هذيك الطفله القصر حتى لحقوا لواحد البير. كي لحقوا هذاك البير مرت باباها طبعتها وجابتها طاحه في البير. كي صابتها طاحت في البير هربت، لحقت القصر ولبست، قالت لبنتها اجري جري لبسي حوايج الاميره اللي هي اختها، وهي ولات لدارها. قلت لها كي يجي راجلك قولي له المتاع بلادكم هو اللي ردني هكذا عمية وكلش. كي جا الامير صاب المراه كحله ورقيقه وماشي كاع المراه اللي صابها وعمية. قالها واش بيك علاش وليتي هكذا؟ قلت له المتاعكم. هو مسكين ما شكش، ما ظنش باللي مرت باباها دير هكا، وما على بالوش اصلا باللي مرت باباها جات لهاديك الدار. هو امن قال بالك صح الماء اللي دار لها هكذا، هي عايشه سنين في الغابه، بالك صح الماء دار لها هكذا. كيما كان الحال واحد النهار واحد الجنود يشوفوا هذاك الخروف رايح من جهة البير وغير يصوغ يصوغ يصوغ. راحوا قالوا للامير، قالوا له الخروف هذاك ويروح من جهة البير ويقعد غير يعيط لتما واش كاين. راح الامير تبعوه هو والجنود. كي طلعوا على البير لقاو الاميره لتما مرميه، جبدوها كانت مسكينه في حاله قريب ما تموت، كانت مشيانه ومريضه مريضه مريضه. عيطوا للطبيب تاع القصر داواها. كي داوها وكملوا قالها واش صرالك واش كاين؟ قالت له مرت بابا جات ودارت وعملت. مالا واش دار هذاك الامير باش ينتقم؟ حكم هذيك الطفله العوره هذيك خدها ذبحها ودار وليمه كبيره بها وبعثها لماليها. كي شافوا مرت باباهم، كي شافت هذاك الخير اللي تبعت حسب بنتها اللي بعثته فرحت. كي جات تاكل خوها قالها شوفي هذا عين العوره تاع خوتنا. المراه هذه قاعده غير تبكي وحزنت. هذا الشر تاعها واش دارت كاع هذا العوام، ربي جزاها وانتقم منها الامير وبعث بنتها مذبوحه لعندها. اما الاميره جاو هادوك الجنود اللي بعثهم الامير باش يحوسوا على الماء بالمنبع الحر، جابوه وعطاوه للطفل وعاود ولا كيما كان. الامير نصب هذاك الطفل ولا وزير وعاش مع مرته في سعاده، وجابوا صبيان وبنات. وخلصت قصتنا يا اطفال. العبره من هذه الحكايه يا اطفال، ما لازمش نحقدوا على الناس، سواء كان مرت بابات ولا كان الأخوة، ما لازمش يتحقدوا على بعضكم. كون ربات ولادها يحبوا خاوتهم، كون دركا راهم كامل عايشين لاباس، والطفلة هذيك ما ماتتش. بصح الحقد يخسر بزاف بزاف. بالك يا بلادي تحقدوا على الناس ولا تحسدوهم. حبيتوا حاجة سعوا ليها، ربي يرزق كاع الناس، واحد ما ياكل رزق خوه. سلام، نلتقي في فيديو آخر لقصة أخرى من قصص وعبرة أخرى من العبر نتعلم منها أشياء كثيرة. صلوا على رسول الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل شير ولايك. سلام.